اوكي، السلام عليكم. كشخص يتابع افلام اكثر من المسلسلات، شفت اكثر من 50 مسلسل، اقدر اعتبر نفسي متواضع بعالم المسلسلات بالمقارنه مع الافلام اللي شفتها. مع ذلك اقدر افرق بين المسلسل الحلو والمسلسل التعبان، فقررت اتابع مسلسلات عراقيه. يب. مع ذلك بقى عندي امل انه راح يجي يوم ويصير عندنا مسلسلات بها حظ، مسلسلات تختلف عن الطابع التقليدي اللي تعودنا عليه. وفعلا نزل مسلسل اسمه الجنة والنار. اللي راح اقوله هو مختصر للاحداث المهمه، يعني هذا ما راح يغنيك عن مشاهده المسلسل. اوكي، يبدي المسلسل وتبدي الحلقه الاولى بمشهد بمجلس حسيني، وشوف هاي البدايه عبقريه من المخرج ودلاله على الخروج من الصوره النمطيه مع المسلسلات. تظهر زينب اللي هي اخت حيدر وهي تحكي ويا صوره ابوها هاشم اللي توفى قبل ايام، وبعدها يطفى الضوء والصوره تختفي من مكانها. نشوف بعدها حيدر الشخصية الرئيسية يحكي ويا اخوانه محمد وحسن، وخايف من حضور عمه فرج للفاتحة. عمه فرج اللي طرده اخوه هاشم لان كان يسوي مشاكل وكان يسوي سوالف شعوذة وسحر وسوالف شيطانية، واللي يمثل جانب الشر من القصة. محمد يحاول يهدي حيدر ويقول له لا تخاف، ما راح يصير شيء. بعدها يسمعون صوت عالي يخلي الموجودين كلها تخاف وتوقف، ويطلع هذا عمهم فرج فعلا جاي للفاتحة ورجع للناصرية بعد غياب أكثر من 20 سنة. يقعد فرج ياكل ومحمد يقعد قدامه، وفرج يطلب من محمد ياكل اللقمة اللي من إيده. من عمك أبو حاشم تاخذها منه، ويا ريته ما أكلها لأن وراها قبل تسمم وخذوه للمستشفى. أبو علي يا علي. ومحمد راح يبقى بالمستشفى لحد نهاية الموسم لأن حالته خطرة. اليوم اللي بعده اجى فرج الحيدر وقال له مو أنا اللي سممت أخوك محمد، لأن كنا ناكل بنفس الصينية وأنا ما صار بي شيء. وبعدين طلب من حيدر يزوج أخته زينب الابنة، فحيدر يضوج ويقول له لا تعيد هذا الموضوع مرة ثانية. اشرب شايك وتوكل بالله، أنا عندي شغلة يتكبني. بعدها فرج يروح ضايج لجماعته ويقول لهم تحطون لافتة بيها اسمي قدام المحلات مال بيت هاشم، وتخلون اسمي أول اسم ينعى فرج، وحط بقية الطليان وراه، فهمت؟ وانتقى وين؟ اقبال محلات بيت هاشم، يعجبه يعجبه، اللي ما يعجبه يطبه مليون مرض. ورا ما يحطون اللافتات يشوفها حيدر ووراها تصير عركة بالسوق على مود اللافته. تعال قرب. من قال لك؟ عم فرج قال ادوس راسك بالنعال. اسحلك انا. وبصراحة المشهد كان واقعي بشكل رهيب. بعد ما خلصت العركة اليوم اللي بعده راحوا للمحلات مالتهم ولقوا ريحة خايسة واكو اشياء مشمرة بالقاع واحشاء وباكة وهاي السوالف، وقالوا اكيد هذا فرج اللي مسوي هيك، فخابروا الشرطة على مود يقولوا لهم اللي صار. جريمة كبيرة. وراها اجى فرج بنفسه على مود يعتذر منهم ويقول لهم احنا الغلطانين ويريد يتصالح وياهم. احنا عايلين بويا، اجينا وغشدينا فوق روسنا بويا، نطيح على غشدينا علي بن ابي طالب. والله العظيم ابوس رجلك يا حيدر. انا عمك لا انت عمي وانت كبيري. بعدها فرج حب يسوي عزيمه، بس وين راح يسوي العزيمه؟ سواها بالمستشفى يم محمد وجايب الناس كلها ولامهم علي، ما يريد يخليه يرتاح. فحيدر يرزل عمه فرج ويقول له هاي العزيمه كلها ما لها داعي. هذا الثواب كله ما له داعي. على شنو بالمستشفى؟ العالم يسمى علينا شنو ديوان؟ اي شنو ديوان؟ ففرج يروح يحكي ويا محمد ويطلب من عنده ايد زينب مره ثانيه، وحيدر هم يرجع يضوج. وانا جايك اليوم اطلب ايد اختك زينب الجواد، وكلي عشان بيك تكمل. ايش قلت؟ عمي فرج قوم اطلع برا. يا وما اذكر الله. عمك هذا مثل ما قلت. صلى على محمد عمه. عفو عليك. محمد ايش قلت؟ انا جاي احكي وياك، جاي اقول لك قوم اطلع برا باحترامك، لا اهينك قدام امك. يوم استهدى بالرحمن. عفو عليك. فيروح فرج يحكي ويا العمة رتيبة أكثر شخصية محبوبة بالمسلسل ويقولها جيبي زينب عندي شغلة وياها. بعدين تجي زينب وابن فرج يذب عليها سحر أو شعوذة أو هيك شيء. وراها زينب راحت ويا العمة رتيبة لبيتهم. بعدها يروح المفعول مال السحر أو الشعوذة وتصحى زينب وتقول لهم جاب ينامكم ودوني لأهلي. بيتنا يمه شنو السالفة؟ غير انت جيتي بالمستشفى يمه. جابني هنا. جابني هنا. وبعد هوسة وعركة صارت بالبيت ترجع زينب لأهلها، وحيدر يروح يتعارك ويا ولد رتيبة لأن ماخذين اختهم. يلا عمي يلا سهلة يلا صايرين زين. صبح اشوفك الصبح.
يرجعون البيت ويلقون فرج وجماعته واقفين قدام بيتهم وشايلين بيدهم مسلحة AK-47 ماينت. فرج يتهم زينب ويقول له اختك زانية ولازم تذبحها وتغسل عارها وإلك 10 دقائق على ما تذبحها. نشفت القاع حسن مطرد ونشفت وبعدك جوا. عذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. احسنت. ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدق الله العظيم. فحسن يروح يقول لحيدر انت روح وخذهم وياك وانا راح ابقى هنا، ويبقى حسن وحده بالبيت ويصعد للسطح. فرج الدوني مو ولد هاشم اللي يطون خواتهم. وبهيك ينتهي الموسم الاول. بصراحة المسلسل عجبني من ناحية كل شيء تقريبا، وانا مستغرب من هذا الشيء لان احنا جاي نحكي عن مسلسل عراقي، ولأول مرة بحياتي انا اشوف الناس مهتمة بمسلسل عراقي لدرجة انه يتابعونه بالكوفيات ويسوون بثوث مناقش عن احداث المسلسل. التمثيل كان جيد من اغلب الممثلين، وخاصة ممثل شخصية فرج تحس الشخصية مكتوبت له خصيصا يعني، وبعض المشاهد خلاني اتعاطف ويا شخصيته رغم انه انا اعرف انه هو يمثل شخصية الفيلن او الجانب الشرير من القصة، لكن رغم هذا انه قدر يخليني اتعاطف وياه. لهاي الدرجة الممثل اتقن الشخصية مالته، والحوارات كانت واقعية، وهذا الشيء احنا نفتقده بالمسلسلات العراقية خاصة، بحيث الممثلين تحس حكيهم نفس حكينا بالضبط. والشخصيات النسائية هم كان تمثيلهم حلو رغم انه ما طلعوا هواي. وهم لأول مرة بحياتي اشوف انه مسلسل عراقي بوجوه جديدة يعني تقريبا، وايضا وجوه نسائية طبيعية يعني بدون عمليات تجميل وهاي الخرابيط، يعني وجوه طبيعية، وهذا ايضا خلاني احب المسلسل اكثر. الموسيقى التصويرية هم كانت روعة ومناسبة لاغلب المشاهد، وتقريبا اقدر اتذكرها لحد الان يعني بعدها لازقة بمخي، واشوف هواي ناس ما عاجبها التصوير. عن نفسي اشوف التصوير كلش ممتاز يعني، واكو فريمات خرافية، وبعض المشاهد همينة ذكرتني بأحد أفلامي المفضلة ما أعرف يعني أشوف أكو تشابه بيناتهم. يستخدمون هاي التقنية للتعبير عن الضياع أو للتعبير عن الفوضى، وكان استخدامها بالمسلسل استخدام موفق. واكو بعض المشاهد اللي الشخصيات فيها ما أريد أقول إنه تكسر الجدار الرابع، لكن تنظر للكاميرا مباشرة، واستخدموها للتعبير عن رمزيات معينة، مثلا الخنزير اللي هجم على مرت محمد وهي قاعد تخبز، أو العين اللي تطلع بأماكن محددة وما أعرف شنو يقصدون بيها، ما متأكد. وكلها إضافات حلوة للتصوير وخلت المسلسل متميز يعني نوعا ما. واكو سلبيات بالمسلسل، يعني ماكو مسلسل يخلو من السلبيات، يعني اكثر سلبيه بالمسلسل اتفق عليها العالم كله هي الصوت كان ما ينسمع ببعض اللقطات، بحيث حتى وانا لابس السماعه ما اسمعهم عدل، وهاي يعني مشكله تقنيه بانتاج المسلسل يعني ما لها علاقه بالقصه. واكو بعض الناس تقول ان المسلسل مسيء لاهل الجنوب او قاعد يستهزئ بيهم، صراحه ما شفت هذا الشيء، ما شفت اي اساءه. وبعدين يعني المخرج من الناصريه يعني هو يعرف ايش جاي يسوي، وانا ايضا من الجنوب واشوف انه المسلسل جدا واقعي وحقيقي، وسوالف العشاير وغسل العار فعلا موجوده للاسف يعني، وكلها باسم الدين، وهي ما لها علاقه بالدين اصلا. وهاي الشغلات يعني صدق متخلفه، بس مو معناتها لازم نغطيها ونغض البصر عنها وما نشوفها للعالم، بالعكس المفروض نبرزها للعالم وننتقدها ونبين جهلها حتى نعالجها، او على الاقل يعني نخفف من عدها. وي الناصرية let's get it. Let's get it. إذا انتقادك للمسلسل كان يخص المسلسل يعني على الفكرة أو القصة أو التمثيل، أقدر أتقبل انتقادك، لأن الناس آراء وكل من عنده رأيه المختلف. شغلات اللي تعجبك مو بالضرورة تعجب الناس، بس أكو البعض يعني ما أدري شو أسميهم يعني يحبون يطلعون سلبية حتى لو ما كانت موجودة. تخيل لقيت واحد يقول ليش الناس ما يسمعون أغاني فيروز بالمسلسل؟ أوكي ليش المسلسل ما طلع لنا شخص قاعد بلحظة الصبح يسمع فيروز مثلا؟ موجودين الناصرية نص تسمع فيروز. إذا أريد أقيم المسلسل من 10 راح أعطيه 9 من 10 وبس. ها هي اللي أريد أقوله يعني ادعموا المنتوج الوطني يا شباب. وهاي بعض الآراء من الانستغرام، وشكرا على المشاهدة. Delicious.